السلام عليكم الحبيبات والوريدات اللي منورين لي حياتي. اليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي مع الجيل العاشق. هاد القصه اليوم فيها الرعب وفيها الحب وفيها الزواج وفيها بزاف د الحوايج. مهم كيف العاده ستاسيوني وحدايا اجيو تسمعوا معايا القصه. معكم زينب، في عمري 16 عام. كنت كنقرا في الكاتريماني. قصتي مع عالم الجن والارواح بدات من صغري. كنت كنحس بشي واحد كيراقبني في كل خطوه وفي كل فين ما كنتحرك وفين ما كنمشي. كنحس بشي حد حاضيني، كنحس بشي عينين كيراقبوني. المهم ما علينا. كملت حياتي حتى وصلت ل 16 عام. هنا غيبدا كلشي كيوضح. واحد نهار كنت خارجه مع ستة، وستة كانت كتجي بالليل. ما جاش واحد الاستاذ ديالنا ديال الاجتماعيات وخاصني نتسنى صاحبتي. البنات كاملين مشاو وبقيت انا غير بوحدي كنتسارى وكنتسنى امتى توصل ستة نمشي للدار. قتلني البرد حيت كانت هذيك الايامات الشتاء، وديك الساعه كانت الشتا خيط من السما. جلست قدام واحد الباب كان سخن يديا، حيت صراحه تجمدوا عليا يديا بالبرد. شويه وانا حانيه راسي، وقف عليا شي واحد، شفت غير رجليه، يعني راجل، رجلين ديال شي راجل. مهم هزيت راسي باش نشوف شكون، وقلبي كيضرب ألف دقة في الثانية. اش غادي نقول لكم؟ واحد شاب باقي غير صغير، وعينيه كانوا زرقين ووجهه مضوي ومنور بحال شي ملاك. كان ماد ليا يديه، ويا ريتني ما شديش في يديه. وقفت قال لي مالكي؟ قلت ليه والو. قال لي ما كيقول لك كترعدي؟ قلت ليه غير قتلني البرد. حيد جاكيطه ديالو ديال الكوير وعطاها ليا، قال لي لبسيها. قلت ليه لا حشومه. قال لي لا لبسي البرد عليك. المهم لبستها وبقينا كنهضروا. صونات هكا كسته، ما حسيتش بالوقت حتى بنتي صاحبتي جات عندي وقالت لي يلا، وانا نقول لها يلا بسلامه بسلامه سعيد. وهي تقول لي صاحبتي واش انتي حماقيتي كتهضري مع البيبان؟ يلا يلا الله يعفو عليك وصافي. انا كيحسب لي راها غير كانت كتضحك معايا. مهم مشينا وبقى كيشوف فيا، وحتى انا بقيت كنشوف فيه. المهم غير غفلت واحد شويه، درت ما لقيت حتى شي واحد. قلت صافي راه مشى في حاله، ولكن الحمد لله خلى لي نمرته. مشيت للدار، ما كانش عندي انا التليفون، فكرت نعيط ليه من التليفون ديال ماما. هي هذيك، عيطت ليه من التليفون ديال ماما، ولكن قلت شويه عاود قطعت وقلت نخليه حتى الليل حتى تكون ماما ناعسه، وغادي نعاود نهز التليفون ونعاود نصوني ليه. المهم بقيت حتى وصلت الوحده ديال الليل، تسلت للبيت ديال ماما، عاود هزيت التليفون ديالها وخديت الدفتر فين قيدت النمره وعيطت ليه. بقى كيصوني جوج د المرات ما جاوبش. قلت صافي واقيلا نعس. شويه التليفون بدا كيصوني في يدي، جاوبته كنسمع اصوات مختلفه بشي ضحكه بعيده وصوت واحد المشه مخنوقه. قلت يمكن الريزو وانا نقطع. كملت نعاسي. الغد اللي مشيت عاوتاني المدرسه كيف القاعده. الحصه الاخيره كانت عندي الرياضه. مهم سالات، جيت مع ولد جيراننا ناشطين في الطريق وكنضحكوا. شويه كيبان قدامنا سعيد، تفاجأت سلمت عليه ولكن ما كانش طبيعي. كيشوف شي شوفات ديال الحقد في الولد اللي كان معايا، وكنشوف لي في عينيه ولاو حمرين. قلت هذا بدا كيغير عليا وصافي يمكن الغيره. المهم بقى غادي معنا في الطريق وكيبان معصب ووجهه مزنق وكله احمر. وصلنا للدوار فين كنسكن انا. قلت ليه يلا خصك تمشي باش ما يشوفوكش مالين الدار. قال لي ما تخافيش. قلت ليه عافاك سير. المهم مشى. دخلت للدار، بدلت حوايجي، درت الكاسكروط باش نمشي نكمل ملخص ديال العربيه. شويه كنسمع صوت ديال البكا والغوات في الدار اللي حدانا. كانت الدار ديال داك ولد جيراننا. خرجنا كاملين كنجريو، دخلنا لقيتو مجبد في الارض وعنقه كيسيل بالدم بحال شي ديب غرز ضفارو في عنقو. تخلعت، بقى حي لواحد المده ديال ربع ساعه. مشيت حداه كنقولي مالك مهدي، مالك. بقى مخلوق وخايف وقال لي انتي في خطر كبير. قلت لي كيفاش اش من خطر؟ قال لي صافي ومات قبل ما نعرف والو واش من خطر كان كيقصد.
بقيت الليل كامل وانا كنفكر ونخمم اش واقع. شويه كنسمع التليفون ديال ماما كيصوني وهي باقا عند الجيران. جاوبت كنسمع غير صوت الريح. شويه سمعت بواحد الصوت غليظ وغوت في ودني: انتي ديالي، انتي ديالي. خفت. التليفون طاح ليا من يدي. مشيت خديت المانطا وتغطيت وسكت بحال لا ما واقع والو. شويه سمعت واحد الصوت كيناديني من بعيد: زينب، زينب. هذا انا جاوبي. حيدت عليا المانطا لقيت سعيد واقف عند راسي. قلت ليه: كي درتي حتى دخلتي؟ قال لي: دخلت من البالكون. قلت ليه: واش كدير اصلا هنايا؟ قال لي: بغيت نشوفك. قال لي: مالكي خايفه؟ قلت ليه: الولد اللي تلاقيتي معايا انت وياه مسكين راه مات اليوم. بقى كيبتسم بطريقه غريبه وعنقني وقال لي: انا في جنبك ما تخافيش. شويه جات ماما دخلات وسعيد معايا معنقني. قالت لي: مالكي واقفه؟ قلت لها: ماما، ما كانش كتشوفو. استغربت. هنا عرفت كاين شي سر. خرجت ماما وحتى سعيد ما بقاش تما. تقولوا كنت غير كنحلم، غير كنت كنحلم. المهم كملت نعاسي. الغد ليه فقت بكري حيت قاريه مع 8. غسلت وجهي ومشيت للمرايه نمسح وجهي. شفت في الدم فزاجه ومكتوب عليها في المرايه: قريب غنتجمعوا. خفت، هربت. فيقت ماما، ناضت ماما، ما شافت المرايه ما لقات والو، غير انا كنتخيل. ولكن انا كنت متاكده. ما عرفتش فين هذاك الشيء، فين اختفى. المهم لبست حوايجي وخرجت. دخلنا للقسم وانا مرفوعه كنفكر شنو داكشي اللي شفت وشنو كيقصد. المهم جا الاستاذ وانا ساهيه وهو صرفقني على حنكي. ما نكذبش عليكم، قمه الاحراج والذل. ما رضيتش البنات. جمعت ادواتي وخرجت كنجري وكنبكي ومشيت لدارنا. دخلت لبيتي وسديت عليا وبقيت كنبكي حتى داني النعاس. ما فقت حتى جات ماما كتعيط ليا وكان عندها الدبل ديال السوارس. فيقاتني وكتقول لي: يا زينب، زينب، نوضي الغيار، جاو عندك صحاباتك. خرجت عندهم لقيتهم مصدومين وشدهم السخفه والبكيه. قالوا لي: يا زينب، عرفتي شنو وقع؟ قلت لهم: مالكم، شنو وقع؟ قالوا لي بان الاستاذ ديال اللي صرفقني راه لقاوه معلق راسو في بكورده في الحمام ديال المدرسه. عرفتو. زدت تماك، زدت صدمت. المهم مشاو صحاباتي وبقيت انا كنخمم وكنتحسر على هذا الشيء اللي وقع ليا ولا كيوقع معايا. واحد شويه سعيد كيبان قدامي. تخلعت حيت عرفت انه مخبي عليا شي سر. قال لي: زنوبتي، توحشتك. قلت لي: خليك بعيد مني، ما بغيت منك والو. بدا كيضحك بواحد الصوت كيخوف. قال لي: عاد عقتي، انا اللي صفيتها ليهم، انا اللي هنيتك منهم. بقيت غير كنبكي وكنغوت كنقول لي: علاش يا سعيد، علاش؟ قرب حدايا وقال لي: نوضي جلسي وغتفهمي كل شيء. قلت ليه: انت مجرم، ضيعتي حياتي. وبقيت كنبكي وكنغوت. بقيت فيه وعطاني نشرب وقال لي: شوف يا زينب، انا راه ماشي انسان. قلت لي: كيفاش؟ قال لي: انا راه من الجن. تجمدت في بلاصتي وبقيت حاله فمي. قال لي: انا جن عشقتك وانتي صغيره، واي واحد غيأذيك غنأذيه، واللي قرب لك يموت. خفت دموعي كيطيحوا. قال لي: لا عافاك، ما تبكيش. وعنقني. قال لي: انا عارفك خايفه. دفعت شويه كنسمع صوت غريب بحال شي واحد غضبان. درت باش نشوف شكون. البنات شفت واحد المنظر لا اله الا الله. هو سعيد وما بقاش انس ورجع لحالته الطبيعيه، يعني جن. واحد المنظر البنات مرعب كيخوف. صراحه انا تجمدت في بلاصتي بقوه الخلعه. كنقول غيأذيني. بقى كيطير في الهواء وعينيه ولاو كحلين، ما فيهمش الابيض اللي عندنا حنا بحال البويض نهائيا. وضفارو كيعوفوا. بدا كيقرب مني وكيغوت: انتي ديالي، انتي ديالي. بقيت كنغوت تحطات عليا واحد يد بارده وكتقول لي: زينب بنتي مالك؟ هاد بنات ماما دخلات وهو انصرف بحاله. هزاتني ماما وقفتني وحطتني فوق السداري وانا مخلوعه، والخوف اللي فيا خلات رجلي يتشلو. خرجت ماما باش نعس ونرتاح. المهم هي هذيك تغطيت، ولكن داز واحد شويه ديال الوقت. تحيد عليا الغطا. انا كنجبدو ولكن الغطا ثقيل بحال شي واحد جالس عليه. عيت منجر. فقت نشوف واحد المنظر 6 ديال الناس كل واحد شكل. واحد كان مقطوع عليه راسو وهاز شاقول،
والثانيه مرة كانت خايبه ونفها طويل وعينيها كانوا محيدين غير بلاصتهم. اللي بقات عينيها محيدين والاخرين كلهم دمايات وكلهم مضروبين ومحروقين. تخلعت، بقاو كيقربوا مني وانا كنبعد. واحد شويه مدوا يديهم باغيين يخنقوني. سديت عينيا بكثرة ما تخلعت، كنقول صافي هذه الاخر ليا. بقيت سدهم ما وقع ليا والو. حليت عينيا قلت نشوف علاش ما قتلونيش. سعيد جاو حبسهم وخلاهم يمشيو بحالهم. ما عرفتش نشكره ولا نهرب ولا شنو ندير. مد ليا يديه، عطيتو يديا ونط من الارض. قلت ليه علاش عاونتيني؟ حتى انت راك منهم وجين بحالك بحالهم. قال لي من بعد غادي تفهمي. ونعست. الغد اللي دوزت النهار في بيتي، نهار كامل دوزتو في بيتي، وكنت كنعزف على الجيتار وكنبكي على زهري العوج. وصلي العود تاني، يعني وقت المعاناة بدا مرة اخرى. كنت جالسه كنعزف على الجيتار، واحد شويه سمعت صوت ديال سعيد مره اخرى. كتعرفي تعزفي؟ خفت بزاف. قلت علاش كدير معايا هكا؟ علاش؟ قال لي خصك تعرفي علاش انا تابعك. قلت لي المهم شد لي يدي وعنقني. دخلت العالم الثاني، كنشوف واحد البنت كتلعب طيطوشه وفرحانه وهو غير مراقبها من البعيد. قربنا بجوج لحداها. هذيك انا فاش كنت صغيره. دوز لي شريط حياتي كامل قدامي. تخلعت وقلت لي عاد عرفت علاش ما عمرني ما طحت ولا تآذيت. كنتي معايا من صغري. قال لي عينيا تغرغروا بالدموع، عنكت وبكيت. قلت لي كيف يمكن للجن يبغي الانسان؟ قال لي بحال حبي ليك من صغرك. القضيه ما وقفتش هنا. ماما بدات كتشك فيا وجابت لي فقيه. دخل الدار وكنت انا وسعيد، وهو دخل فجأة بالزربة. سعيد غبر من حدايا. الفقيه او الشيخ الروحاني حس بوجود الجن في الدار. جا لعندي وجلس، وماما حتى هي جالسه معانا. بدا كيقرا آية الكرسي. ما وقع والو. كمل بقراءة سورة النور. بديت كنحس براسي كيضرني وصحتي كتبورش وعروقي كيتجمعوا. بان سعيد قدامي وهو كيرشو بالمسك، وسعيد كيغوت. قالوا اش بغيتي منا؟ اش دارت لك؟ وهو كيجاوبو كيقوليه لا 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 انا كنبغيها وكنموت عليها. هو كيقوليه خصك تغادر هاد الجسم، هاد البنت ماشي ديالك. وهو كيغوت لا 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 لا. واحد شويه ما بقاش الصوت، بحال ما كاين والو. عطاني الرقي واحد الماء باش ندوش بيه سيمانه، وزيت كندهن بيه مهم 3 سيمانات وخرج بحالو. رجعت لبيتي نكمل نهاسي وانا ناعسه. حسيت بشي واحد كيجبد الغطاء عاوتاني. فقط خلعت، لقيت سعيد ولكن وجهه كان كله دمايات ومضروب. واحد الحاله بحال شي واحد حرقه. قال لي اش درت لك؟ ضحكتي عليا. قلت لي اش كتقصد؟ قال لي انتي جبتي الراقي حيت ما بقيتيش باغاني نكون حداك. قلت ليه لا ماشي انا. وهو يغوت كدابه سكتي كدابه. شدني من عنقي وغرس فيا ضفارو في عنقي حتى بان الحلق ديالي. فجأة كنسمع زينب 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 فيقي. فقت كانت ماما كتفيقني صباح الحال، يعني كان كابوس. وانا كنمشط شعري شفت عنقي فيه الادراس، يعني لا ما كانش حلم. كملت وجمعت ادواتي ولبست برديلتي ومشيت للكوليج. وانا في الحصه ديال الرياضيات بدا النعاس كيديني، وجا الاستاذ ضربني باش نفيق. فقت وشفتو في الصورة سعيد. خرجت كنجري وكنغوت ومشيت للدار. الحراسه العامه كيعيطوا لماما كيقول لها بنتك الا كملت في اللامبالاه ديالها غنطردوها. جات ماما كتجري وكتبكي وخايفه على مستقبلي، خايفه مستقبلي يضيع. حسيت براسي مذنبه في حقي وفي حق ماما اللي ولدتني. يا ربي اش هادشي؟ اش درت ربي باش يوقع ليا هادشي؟ بقيت كنبكي حتى وصل الليل. وصلت وقت المعاناه ديالي مره اخرى.
المهم غيدوز هذاك النهار وداك الليل اللي غيدوز عليا كحل. مشيت لبيتي باش نعس، دخلت في موقع والو، تكيت في بلاصتي ما بيا ما عليا، ما بانت ليا حتى شي حاجه، حتى حاجه ما بانت ليا. المهم قررت قلت ما غاديش نعس، بقيت كنقرا قصص قصيره. غفلاتني عيني ونعست، وانا ناعسه عاوتاني بديت كنحلم بالحنوشه وبالفاعي والعقارب والكلاب كحلين. كان كلشي ظلام، كاع دوك الحيوانات لونهم كحل. تخلعت وبقيت هاربه، دخلت لواحد الغابه فيها غير الشجر على شكل ورود، وداك الورد كان دابل، وكل شجره فيها علامه وفيها كتبه غريبه مكتوبه بالدم. وزدت خفت كتر وكتر، وانا تحت المنطقه كنحس براسي عرقانه. انا هاربه وهما تابعيني، كل واحد منين تابعني، حتى وصلت لواحد الحافه. بداو كيقربوا ليا، درت باش نشوف الغرق ديال داك العلو، بانت ليا بلاصه غارقه بحال الجبل التبقال، وانا دايره كنشوف ياك ما مشاو فحالهم. واحد المنظر كيخلع بزاف البنات. عينيا جاو في عينين داك الجني يعني سعيد، وعينيه لا ماشي عينيه، محيدين فيهم الدم بقوه الخلعه. نقصت من ديك الحافه وانا كنغوت. فقت وجات ماما كتجري، قالت لي مالكي؟ قلت ليها والو. اش غنقول ليها؟ نقول ليها بنتك بدات كتحماق وبديت كنساعد بالله، كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي هذيك. فقت نيت وكان الصباح صباح وخصني نمشي للكوليج. جمعت شعري ولبست حوايجي، بغيت ندير واحد السلسله جابتها لي ماما، جابتها لي كادو في مناسبه ديال عيد ميلادي، وانا كنلبسها تقطعت وجرحت لي يدي، وبدا الدم كيقطر مني، وواحد قطره كحله. شويه وهي تبان لي واحد القطه كحله، بدات كتحس بداك الدم، عرفت منها وضمت يدي، ضمت لذاك الجرح ديالي ودرت عليه باندا، ومشيت بحال ما وقع والو، وانا عالم بيا غير الله. دخلت كلشي كيشوف فيا بحال قاتله شي روح. المهم ما ديتهاش فيهم، جلست حتى من صحاباتي هربوا مني، كلشي كيبعد عليا. قلت معليش، داز كلشي بخير. وصلنا الحصه ديال العربيه ونوبتي في ملخص النص، ومشيت للسبوره كنكتب. شويه الاستاذ جرني من يدي ودفعني. كنقول مالي شنو درت؟ كنلقى راسي كنت كنكتب شي رموز انا براسي ما فاهماهمش، بحال داكشي ديال الفراعنه، وكنت كنكتب بالدم ديال يدي ماشي بالطباشير. تخلعت ورجعت لبلاصتي، جلست وكنفكر اش هاد الشيء، اش هاد المعاناه، اش هاد الماء، ما فهمتش هاد الرموز، واش هاد الشيء تخربيق، واش هاد الشيء ما عرفتش. المهم كملت الحصه ورجعت للدار، والضحكه ضحكه صفرة باش كنضحك مع ماما، والداخل ديالي كيتقطع وعالم بيا غير الله. بقيت كنخمم واحد شويه، انا ساهيه وكنخمم، جات ماما صرفقاتني. عرفتي شنو كنت هازه اختي الصغيره وغنرميها من البالكون، وهي كتبكي وانا ما حاساش براسي اشنو كندير. وما عرفتش راسي حتى امتى هزيتها، انا كنت كنحس براسي غير ساهيه. يا ربي اش هادشي ولا فيا، واش هادشي طحت فيه، واش هادشي وقعت فيه، عبد الله. ملي كنت هازه اختي من رجليها كانوا عينيا كيتبدلوا كل مره في لون. المهم حيدات ليا ماما اختي الصغيره، ولا كلشي كيبعد عليا. كان وقت ما كنمشي للكوليج باش نقرا، كنرجع مخاصمه مع شي استاذ. دازت الايام، كل نهار كيدوز عليا الرعب والكوابيس، وكل نهار فيلم ديال الرعب ودامي. واحد النهار اللي كنت فيه في البالكون ودازت واحد الطوموبيل، خويت سطل ديال الماء وجا في ديك الطوموبيل، نزل مولاها باغي يدابز، وانا نزلت عنده باش نعتذر. جا عندي ولكن ما هوتش عليا، بقى غير كيشوف فيا، وانا كنقول اسمح لي عافاك اسمح لي. مشى دخل الطوموبيل وعاود رجع، جاب معاه واحد الكارت فيزيت كانت فيها نمرتو ومشى. المهم طلعت لبيتي وبقيت كنفكر نعيط ليه ولا لا، وإلا كان عاوتاني داك الجين باغي يضحك عليا مره اخرى. قلت ما كاين باس، صافي هزيت التليفون وعطيتو التليفون ديالي وعيطت ليه. في التليفون كيصوني ودقات قلبي كيتزادوا. جاوبني واحد الصوت كياخد العقل. المهم بقيت انا وياه
قال لي نتلاقاو، قلت ليه واخا. قلت لماما غنمشي نبدل الجو مع صحاباتي. تقاديت ولبست جلابه والسوالف مطلوقه. صراحه انا تزعطت فيه وفي صوتو في ضحكتو. تلاقينا في واحد المنتزه فيه غير العائلات، وجلسنا بقى كيشوف فيا حيت كنت كنهضر مع ماما في التليفون، وقلت ليها راني مع صحاباتي. المهم وقطعت. قلت ليه مالك من الصباح وانت كتشوف فيا مال؟ قال لي ما مليتش منك، مع انك كذبتي على ماما. المهم انا حشمت في براسي. قلت لي ولكن ما غتخلينيش. قال لي نوضي معايا. نضت معاه ومشيت معاه في الطوموبيل. بعد ما بقى طبيعه الحال كيطلب فيا وكيرغب فيا، كنقول صافي هذا ناوي حتى ما ناويش حتى انه يأذيني. وصلنا لواحد الفيلا كبيره في وسط المدينه اللي انا ساكنه فيها. دخلنا، خفت وليت كنقول اش داني اجليا دايزين عليا، اش جابني لهنا. شويه خرجت واحد المراه وراجلها وبنت صغيره، الحقيقه هما كانوا والديه واختو الصغيره. فرحت، تعرفت على عائلته ورجعني حتى للدار. فرحت حيت ما حاولش يستغلني ولا يتعدى عليا. وصلني الدار قلت لي غير سير، راه غتشوفك ماما وغتعصب عليا. قال لي انا اللي عارف اش كندير، غير سكتي. مشينا دقينا وحلات ماما الباب. دخلت انا وهو، دخل معاها للصالون. قال لي هنجيك من الاخر، بنتك غنتزوج بها. قلت لي ماما مرحبا. قال لي غدا غادي تجيب والديا نخطبها رسميا. ومشى. انا تصدمت وفرحت، ولكن واحد الحاجه كانت خالعاني، هي ديك الجن يعني سعيد باقي غيرجع وغيحاول يأذيني وغيأذي حتى داك الولد. ولكن كنت كنحاول نبقى متفائله. المهم جاو الغد اللي داز كلشي بخير، واتفقنا على ان الخطوبه غادي تكون بعد اسبوع. مهم داز هذيك السيمانه البنات زوينه بلا اي كابوس ولا حتى حادث بسيط. دازت كل شيء بخير. صافي ظنيت انه مشى فحاله. هيهات ثم هيهات، القدر اش مخبي لينا، غير الله يحفظ وصافي. المهم وصل نهار الخطبه ديالي اللي هو نهار الخميس. فقت فرحانه وعجبني الحال. دخلت للدوش ودوشت وانا كنغني بالما وكنرقص، حيت الفرحه كتخليك تعيشي حياتك بطريقه مجنونه ومختلفه. خرجت وبقيت غير كنتخيل في التكاشط اللي جابتهم ليا وخالتي ماما راجلي، كل واحده في لون. كنلبس ونحيد ونعاود نلبس عاود ونحيد، وخالتي وماما غير كيشوفوا فيا وكيضحكوا. لبست واحد التكشيطه كانت في القرونه، بقيت كنشوف فراسي في المرايه وكنتهوج. الفرحه خوتي والضحكه داك النهار ما فرقتنيش. وجدوا الحلوى وعرضوا على جيرانهم القراب والعائله، وحتى حنا عرضنا على الناس والقراب. المهم لبست ديك التكشيطه اللي قلت لكم في القرونه. هو يدخل يونس راجلي، شافني وباسني على راسي وقال لي جيتي كتحمقي. حشمت منه. وكان ديك الوقيته في دارنا والدراري صغار فرحانين كيلعبوا وكيضحكوا، الصدى ديال الصوت ديالهم في الدار كامله. المهم لبست وتقاديت وخرجت انا وراجلي، وركبت انا وياه بوحدنا اللور، والشيفور وعائلتنا ورانا وكيكلاكسونيو. وصلنا للدار وجلست شويه، وهو راجلي بغى يخرج. قلت ليه فين غادي؟ قال لي غادي نمشي نجيب الحلوى والعدول ونرجع. انا جايه حبيبتي. صافي. وقرر باش يمشي هو شخصيا باش يجيب هذا الشيء. ما قدرش نخسر ليه خاطرو وخليته مشي. وصلت 10 ديال الليل، الوقيته ديال تقطاع الحلوى وضرب صداق، وجا شي واحد كيدق في الباب. نط بقوه الفرحه باش نحل الباب ونعنقو، ولكن اخوتي حليت الباب. شنو لقيت قدام الباب باريزه كحله وكبيره وكانت ثقيله. جريناها لداخل انا وخالتي وماما، ولكن عرفتي شنو لقينا فيها هو الجثه ديال خطيبي، مقطع طراف وراسو معزول على الجسم ديالو. شفت داك المنظر تصدمت. خالتي غوتات يونس وسخفات. طلعناها البيت وكنتسناوها تفيق في الوقت اللي البوليس لتحت كيحقوا وصيفطوا الجثه ديال خطيبي للمشرحه. اش من جثه، راه كان كله مقطع طراف. فاقت خالتي. قلت ليها ما تخافيش. قالت لي يا ولدي كان صحه سلام، عمرو حسد ولا ظلم شي واحد باش غيوقع ليه هذا الشيء. حتى عرفك انت قدام نحس على عائلتنا. بقى فيا الحال بزاف، ومشيت كنجري وكنبكي في الطريق كامله حتى وصلت لواحد الجرده وبقيت غير كنبكي. شويه كنسمع واحد الصوت كيعيط لي وكيقول لي زينب. درت عاوتاني باش نشوف شكون.
لقيتو عاوتاني سعيد بها زوينه ولابس كوستيم زوين، وجاب لي الله بحال اللي وجهه بيض بزاف. قلت لي عافاك واش انت اللي قتلتيه؟ ما بغاش يجاوبني وشد ليا في يدي وكان غادي بيا بواحد السرعه، صور سرع من الطوموبيل ب1000 درجه حتى وصلنا للقمه ديال واحد الجبل. قلت لي علاش جبتيني لهنا؟ رجعني بحالي. ماما راه غادي تبقى تقلب عليا. قال لي حطي يدك على صدري. ما بغيتش وهزها ليا، وما حطيت يدي في صدرو بديت تنشوف ماما بين عينيا تتواسي خالتي. ماما تخاطبي وما مسوقاش ليا. قال لي جلس سعيد وجابني جلست حداه. قال لي اليوم غادي نجاوبك على جميع الاسئله ديالك، ولكن ما تصدميش حيت هذا اليوم غيكون اخر يوم ليك مع الانس. ناري بديت تندخل ونخرج في الهضره. كيفاش قلت لي كيفاش اخر نهار؟ واش باغا نشوف الوالديه؟ قال لي قلت لي وعلاش؟ اشنو درت ليك؟ واش هادشي واش غادي تقتلني؟ حتى انا وبديت كنبكي بلا صوت، غير الدموع اللي تيهبطوا ليا. مسح ليا وجهي وقربني عنده وقال لي انا عمري غنسمح فيك، عمري نسمح فيك حياتي. وعنقني بالجهد. قلت لي شحال في عمرك؟ قال لي انا في عمري 1400 عام، وسميتي الحقيقه هي سيلاك، وانا مسلم من اب وام مسلمين، وهما مازال عايشين وكيتسناو النهار اللي غتجي فيه عندهم. قلت لي ولكن علاش؟ سمح لي يا سيلاك، انا من دون البنات اختاريتيني. وهو يشد لي في يدي وقال لي الحب حياتي، الحب حياتي ما كيشاورش. اول حاجه انتي جدودك راه من سلاله مختلطه بين الانس والجن. كنت نتسناك انا من 400 سنه وعارفك غتجي وغناخدك معايا. علاش غتاخدني وما جيتيش انت معايا؟ حيت وقعوا مشاكل نهار واحد منكم خدا جنيه للعالم المرئي ديالكم، عذبوها بقوه المشركين اللي كانوا باغيين يبعدوها على راجلها الانسي. وصافي القبيله ديالنا قررت ما نتزوجوش من البشر، ولكن الا كانت شي حاله استثنائيه يعني البشر اللي يجيو يعيشوا معنا ماشي العكس. انا راه ولد ملك الجن وانا الامير ديال المملكه. ما بغاوش يخسر لي خاطري حيت كنبغيك بزاف. دابا الا بغيتي تمشي تشوفي فين غتعيشي معايا غمضي عينيك. صافي تخربقوا لي كاع الافكار في راسي. مهمتي واش تنحلم ولا سطيت ولا حماقيت، هادشي كامل اللي وقع ليا مع غمضت عيني حليتهم لقيت راسي في شي عالم اخر، داكشي ديال عهد الرومان. واحد القصر كله خدم واقفين قدام واحد السيد جالس على واحد الكرسي كله مذهب بزاف وكبير، يمكن هو الملك ديالهم. مع وقفت لقيت سعيد. سمحوا لي مازال تنعيط ليه بسميتو القديمه. راكع على رجل وحده بحال كيعطيه الاحترام، ودبا بواحد اللغه ما فهمتهاش، وهو يجاوبو داك السيد بديك اللغه تاني، وبان ليه هو فرحان بزاف. شويه وهما يبعثوا معايا واحد جوج من تحت الارض، طالعين جوج ديال العيالات زوينين، كل وحده من شداتني وداوني لواحد الغرفه كلها ضوء وكلها شموع وليزور بيضين، وبداو تيحيدوا لي في حوايجي وعطاوني حوايج وحدين اخرين ورشوا عليا واحد الريحه، ودرت واحد التاج فوق راسي وخرجوني لعند داك داك الناس اللي مجمعين. عاوتاني لقيتهم طالقين واحد الموسيقى وهو ملبسين ليه واحد اللباس في شكل ديال المحاربين، خاصو غير شي سيف. اللي عجبني فيهم انهم كلهم بخلقه زوينه، ما كاينش شي حد فيهم تيخلع. جا عندي وقال لي خصك تفرحي حياتي، اليوم راه عرسنا، واليوم غتكوني انت ليا وانا ليك، وغتكوني ولية العهد في مملكة الجن الخاصة بنا بحكم الام ديالي ميتة، فانت الاميره. صافني باسني على راسني وقال لي غادي تصبري واحد شويه، حيت باش نزوجو انا وياك خاص نديرو لك واحد الطقوس قاصحه عليك، ولكن انا معاك. الا ما قدرتيش خاصك تقوليها ليا، واليوم حبيبتي غتولي عندك قدره خاصه ديالك تقدري تحكمي في شي حاجه ولا تولي عندك شي قوه غيهديها لك الله بمجرد الانضمام معانا. صافي شويه جابوا 7 ديال الشمعات كبار بزاف الدرجات طوال مني، وجابوا وحدين لابسين الابيض وما كيبانش الوجه ديالهم، جبدوا شي كتوبه وبداو تيقراو حتى لقيت الدخان طالع ليا من رجليا بحال تحرقت. يلا انا غوت لقيت سعيد تعصب عليهم وهما كيهدنوا فيه، واللي فهمت هو قال لهم بشويه عليها مازال ما ولفاتش، وبداو تيهدنوا فيا. شويه جابوا لي كليت واحد التخربيق وغمضوا لي عينيا باش ما نشوفش.
ديك الشي تيعيف بحال تناكل فشي لحم جايف وغامل ولا خانس ولا ما نعرف بحال هكا. حسيت بالسخفه، ما حسيت براسي اش واقع من بعد، ولكن منين فقت لقيت راسي ناعسه عريانه وسعيد حتى هو حدايا عريان. ناري فقت مخلوعه شنو طاري. المهم ضربتني الفيقه، لقيت راسي كلي دمايات وصدري مشرشم بالجروح وعنقي وكلي مجروحه. واش زعما يكون هو دار لي هادشي، يكون دخل بيا وانا ماشي في الوعي ديالي؟ ولكن اش دار ليا هكا؟ يعني خصني نكون عارفه اش كندير وحاسه بيه. المهم دابا انا وليت مرتو، ولكن قال لي ملي غنتزوجوا غتولي عندك قدره خاصه. ولكن شنو هي؟ مازال ما لقيت حتى حاجه فيا تغيرات. ما غادي نتقلب لجهته في النعاس وانا نشوف عنده واحد القضيب ديالو كبير بزاف خلعني. قلت هاد الحيوان بهذا الشيء اللي عنده، هذا خصو قادوس ماشي بنت. المهم يلا بغيت نفيق ونحيح عليه. سمعنا الغوات والصداع. سعيد طار من بلاصتو ولبس حوايجو، في السما وخرج. انا ما كملش 20 ثانيه حسيت بكاع دوك الجروح اللي دار فيا كيتجمعوا قدام عيني. ناري حسيت بواحد طاقه كبيره فيا. فقت حتى انا وخرجت كنشوف لقيت بلي الاب ديالو طايح في الارض وكل شيء تيبكي وكيدوي بلغه مازال ما تنفهمهاش، وحتى هو كيبكي بزاف وكيغوت، وهو الوحيد اللي تيدوي بلغتي وكيقول والله حسن انتقم ليك بابا. اللي فهمت بلي باه مات، وبالاحرى مات مقتول. جاو شي وحدين شدوا سعيد وجلسوه على داك الكرسي اللي كان كله ذهب، ومشاو هزوا الاب ديالو وخرجوه على برا، وكل شيء رقع بنفس الطريقه اللي كانوا تيركعوا بها الاب ديالو. المهم هو بلا ما يدوي حسيت بغى يعيط ليا باش نمشي عنده. حسيت طرت في السما ماشي غادي على رجليا. ناري وليت من الجن ولا كيفاش. مع وصلت قال لي بغيت نعرف اش من قدره عندك، حيت الحرب غادي تبدا. اويلي على الحرب، انا راه مازال ما عرفت راسي معامن ومعامن غتحاربوا. غير رجعني للعالم ديالي عافاك. ولكن باينه تيدوي بجديه، انا عمري ما شفتو في هاد الحاله. قال لي هذيك اكثر من 5000 سنه وحنا في صراع على خلافه هاد البلاد مع مامي، بغاو يقتلوا بابا وبقاو حتى قتلوه باش يشدوا الحكم. ولكن اليوم ما غاديش نسمح في حقي وغادي ننتقم للاب ديالي. وينوض مشى خرج على برا وسمعت بحال شي موسيقى ساخبه وقوه الصداع. بغيت نخرج نشوف حتى انا ولقيت الجيش، وبغيت نقول الجيوش اش غنقول لكم، الجيش لا يحصى من الناس من الجن. واحد الارض في شي سما وكل شي راكعين ليه. عطى الاشاره غير بيديه وقال لي زيدي معايا شويه. شفت داك الكرسي ديالو جاي بوحدو وطلع للسما وجلس فيه. مشيت لعندو قال لي انت مازال جديده بلا ما تعرضي نفسك للخطر، بقي غير هنا. المهم قال لي الا رجعت حياتي راه غنكملوا بجوج في هذا القصر، ولكن الا مت غيرجع الكرسي بوحدو وانت اللي غتكلفي بهاد القبيله بلا ما تسمحي فيهم. ناري اجدني لهذا الشيء. غادي نولي ارمله وخاف عالم الجن، ولكن اشهد الوصيه ديالو ما تسمحيش في القبيله. المهم خلاني وتبع الجنود ديالو والدموع كيهبطوا ليا بزاف وانا كنبكي عليه. ما عندي زهر، انا فين غيكونوا والديا دابا وكيفاش سعيد كان غيخرجني لهاد العالم ديالي. بغيت غير نرجع ونشوف ماما وبابا واختي الصغيره، وبغيت نرجع للكوليج ديالي ولحياتي العاديه. هادشي اللي تندوز راه صعيب على العقل يستوعبو. المهم بقيت كنخمم ودخلت في حالي وانا نشوف واحد البنيته صغيره زوينه بزاف. بغيت نسولها كيفاش نقدروا نخرجوا للعالم الخارجي، ولكن هي كيفاش غادي نجبد معاها الموضوع. حسيت بشي وحدين فين ما مشيت تابعيني، ولكن ما بقاش فيا داك الخوف منهم، خصوصيه اللي يمكن القدره ديالي حتى انا راه عندي قدرتي. وليت عارفه انا القدره اللي عندي انني ما كنجرحش، يعني اي جرح كيتداوى في رمشه عين، وهذا الشيء راه بحد ذاته كيفرح. المهم يلا تحركت وانا ندور بالخف وشديتهم قلت معليش تابعيني. حد ما قدر يجاوب، وليت شادهم بالجهد وكنزيد نزير عليهم. ويدوي واحد وقال لي بلي حنا تابعينك وعاسين لك وكنلبيو غير الاوامر وحنا الحراس ديالك. قلت ليه كيفاش الحراس؟ انا ما بغيت حتى شي حارس، بغيت نكون حره. قلت ليه
قول لي كيفاش الملك ديالكم كان كيمشي للعالم الخارجي وكيفاش دار حتى جابني لهنا؟ قال لي سمحي لي جلاله الملكه، هذا ممنوع علينا نقولوه ليك. وانا نشنق عليه بلا ما نشعر، هزيته الفوق ولا طخته مع الارض. قلت ليه شوف، الا رجع الملك غنقول ليه يتفاهم معاكم، والا ما رجعش غادي توريني كيفاش نرجع للعالم ديالي، وغادي نعطيك الحكم ديال هاد القبيله. اش بان ليك؟ وهو ينقز هذاك اللي معاه، قال لي انا نوريك جلاله الملكه. مشى قبل حتى ما نقول ليه شي حاجه، جاب واحد الكتاب وقال لي غمضي عينيك. يلا بغيت نغمضهم، سمعت الغوات ديال الخدم اللي في الدار، وكرسي العرش رجع خاوي، يعني سعيد راه مات، ما غاديش يرجع. غمضت عينيا وانا نحست براسي، كنحس براسي في واحد الدوامه، وفقد لقيت راسي مرميه في راس الجبل اللي خداني ليه سعيد النهار الاول. واخيرا رجعت لبني البشر ديالي. بغيت نتمشى وحسيت براسي طرت. او واش هاد القدره غادي تبقى شاده فيا حتى في العالم ديالنا؟ المهم دغيا وصلت للدار، لقيت ماما باقا ناعسه، ما عرفتش شحال الساعه، ولكن مازال بحال الجو ديال الفجر. بديت تنخمم في هادشي الليل كامل، وعقلي ما تفهمش لهذا الشيء. واش انا بنت ولا شنو هذا الشيء اللي انا وليت فيه؟ مهم نعست حدا ماما وعنقتها، وبديت كنشم في ريحتها وكنقول يا ربي ما نعاودش نفرقها يا ربي. وهكا قصتي سالات مع الجيل العاشق. ردوا بالكم على البنات. كيف العاده البنات، ما تنسونيش من اشتراكاتكم وتعليقاتكم. اذا بقيتوا معايا حتى نهايه القصه كنقول لكم شكرا على تتبعكم. السلام عليكم. القصه الناجيه ان شاء الله، ياك ما خلعتكم.